مرحبا بك في قناتك حسنة. لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد. هل أنت مستعد لتسافر في سلسلة السر الذي أخفته الكتب؟ نحن الآن على موعد مع قصة ليست ككل القصص، مع نبي سجدت له الريح وخضعت له الجن وفهم لغة الطير. إنه سليمان بن داود عليهما السلام، النبي الملك الذي لم يعط أحد من الخلق ما أعطي، والذي سافر إلى ما وراء المعلوم ليبلغ دعوة التوحيد في أرض لا تراها العيون. ستسمع الآن عن رحلته العجيبة إلى أرض الجان، وعن أسرار دفنت في قلب الصخر وكنوز لا تقاس بالذهب، بل بالعلم الذي خافه الزمان وانتظر من يحمله بإخلاص. اربط قلبك وأنصت بروحك، فأنت على مشارف عالم إذا دخله الإنسان لا يخرج منه كما كان. في زمن سكنت فيه الأرواح الطاهرة أرض البشر، واصطفت السماء نبيا ملكا أعطاه الله من الآيات والعجائب ما لم يعط أحد من قبله ولا من بعده. ولد سليمان بن داود عليهما السلام ونشأ في كنف النبوة والحكمة، فحمل على عاتقه ميراثا من نور، وعلمه الله منطق الطير، وسخر له الجن والشياطين والرياح، فصار ملكا لا ينبغي لأحد منه. لكن ما لم يكن يعلمه الناس آنذاك أن في طيات الأرض وتحت طبقاتها العميقة كانت هناك ممالك أخرى خفية، عوالم من نار ودخان تعج بأمم من الجن، بعضهم طغى وبعضهم آمن، وكثير منهم لم يبلغهم الحق ولم يعرفوا طريق الهداية. وكان سليمان عليه السلام على علم بتلك العوالم، ليس من باب الفضول، بل لأنه مأمور من الله أن يبلغ وأن يقيم الحجة حتى في أرض لا يراها البشر. وذات صباح، وبينما كان سليمان جالسا على عرشه محاط بوزرائه من الإنس والجن والطير، أقبل عليه أحد الجن المؤمنين، وهو من خاصة جنده يدعى رهوان، وكان ذا علم وخبرة بممالك الجن. فقال: يا نبي الله، إن في أعماق الأرض أقواما من الجن لم يبلغهم نبأك ولم يعرفوا ربك، وقد كثرت طغيانهم وعبدوا النار والذهب وسخروا منهم دونهم، وادعوا ألا سلطان لبني آدم عليهم ولا لرب السماء سلطانا في أرضهم. سكت سليمان لحظة، ثم رفع بصره نحو السماء وقال: والله لأبلغنهم دعوة الله ولو في الأعماق السحيق. فنادى الريح وكانت مطيعة بأمر الله، وجعل من رهوان دلينا له، وركب في موكب مهيبا الجن من حوله كأنهم سيل أسود، والطير تظلله بأجنحتها، والرياح تحمل عرشه فوق الجبال والبحار. سارت الرياح بهم إلى باب خفي في باطن الأرض لا يعرفه إلا الجن، وهناك دخلوا عالما لا يشبه ما عهدناه، أرض مقلوبة يسكنها الدخان وأنهارها من نار، وسماؤها رماد، ومبانيها من حجارة سوداء تلمع كالحديد المصهور. وكان فيها جبابرة الجن طوال القامة حمر العيون، يعلوهم الكبرياء ولا يعرفون لله وقارا. ولما دخل سليمان أرضهم اهتزت أركانها، فقد علم الطغاة أن ضيفهم ليس كأي بشر، وأن من دخل عليهم ليس ضعيفا ولا ضالا، بل هو نبي مرسل. فاجتمع ملوك الجن من تلك الممالك، ومنهم من اسمه صهيال، وكان شديد الكفر يعبد النار ويأمر قومه بعبادتها. فقال له سليمان: إني رسول الله إليكم أدعوكم إلى التوحيد، إلى عبادة رب السماوات والأرض الذي خلقكم من نار وخلق آدم من طين. ضحك صهيال صاخرا وقال: أتظنون نخضع لبني آدم؟ نحن من سكن الأرض قبلكم ومن مشى على. فقال له سليمان بثبات: لقد طغى قوم نوح فأغرقهم الله، وطغى عاد فأهلكهم بالريح العقيم، ولن تعجز الله إن كفرتم. إنما أمرنا أن نقيم الحجة، فمن أطاع فله الجنة، ومن عصى فالنار مأواه. هنا اضطربت أرض الجن،
فبعضهم هزأوا كلام الحق. السر الذي أخفته الكتب، الجزء الثاني. فسليمان عليه السلام لم يعد بتلك الكنوز، فقد أمر أن تخفى في أعماق الأرض في أماكن لا يعرفها إلا الله، وقال: لا ينبغي أن تفتن بها من بعد، فهذه فتنة ومن طلبها بغير حق أهلكته كما أهلكت غيره. وهكذا عاد سليمان من رحلته بعد أن دخل عالماً لم يدخله بشر قبله، وبعد أن أقام دعائم الإسلام في أرض لم تعرف لله سبيلا، وجلس على عرشه وحوله الإنس والجن والطير تسبح لله في طاعة ونظام، فسبحان من سخر له كل شيء وعلمه ما لم يعلم، وجعله آية في الأرض ونوراً للمهتدين. انقضت أيام بعد عودة سليمان عليه السلام من أرض الجن، وقد تغير في عينيه من حوله، لا لأن سلطانه ازداد، بل لأن هيبته أصبحت تحمل شيئاً من العالم الآخر، شيئاً لا يرى لكنه يشعر في القلوب. بات الجن المؤمنون يزدادون قرباً منه، يحكون له ما لم يحكي من قبل، ويكشفون له أسرار الجن الذين عاشوا في الظل آلاف السنين، وعرفوا من الدنيا باطنها لا ظاهرها. وكان سليمان عليه السلام يجلس يوما في محرابه بعد صلاة الفجر، حين سمع همسا من الجن الطائعين الذين كانوا في خدمته، وكان أحدهم يدعى عمارا، وكان من نسل الجن القدامى الذين عاشوا في عصور ما قبل الطوفان. قال له: يا نبي الله، إنما رأيته في أرضنا ليس إلا جزءا يسيرا مما هو أعمق، هناك طبقات أخرى لم يصلها نور ولم تعرف صوت السماء، فيها جن ليسوا كالآخرين، لا يعبدون شيئا ولا يشبهون أحدا. أولئك لا يتكلمون لغة البشر ولا الجن، لكنهم يعرفون القوة ويخشون فقط من كان أمره من عند الله. هنا حدق سليمان عليه السلام في عمار بعينين ثاقبتين وقال: هل بلغهم خبرنا؟ قال عمار: لم يبلغهم شيء، وما وصل إليهم نداء منذ أن خلقت الأرض، وقد بنوا ممالك تحت النار يحيون فيها بلا نهار، يملكون كنوزا لم ترها عين، وجواهرا ليس لها اسم، ومنهم من يظن نفسه خالقا، ومنهم من اختفى عن كل كائن منذ آلاف السنين، يخشون النور ويكرهون العدل ويرون في الطغيان حياة. سكت سليمان برهة ثم قال: فإن كان في الأرض من لم يسمع وجب علينا أن نبلغ، ولن ندع أحدا حجة يوم الدين. أمر الجن أن يحفروا له بابا إلى الأعماق، وبدأت رحلة أخرى، هذه المرة نحو العمق الأشد ظلاما والأكثر رهبة. لم تكن الرياح مركبه هذه المرة، بل الأرض ذاتها كانت طريقة تشق له ممرا تحت الصخور والجبال، وتكشف عن كهوف لم يدخلها أحد. ورح يتقدم ومعه رهط من الجن المؤمنين، لا يتكلمون بل يهللون بصوت خافت. كلما نزلوا طبقة اشتد الظلام وخفتت الأصوات، وازدادت الأرض حرارة وغرابة، حتى بلغوا أرضا لا نور فيها، كل شيء فيها يتحرك ببطء، الصخور نفسها تتنفس، والهواء كأنه دخان كثيف لا يرى ولكنه يحس. وهناك وجد قوما من الجن لا يبدون كالبشر ولا كالجن المعروفين، أجسادهم طويلة ملتوية، أعينهم سوداء بالكامل، لا جفن فيها ولا بياض، وكانوا يعيشون في صمت، لا أصواتا ولا كلاما، بل تواصل بالنظر والحركة. اقترب سليمان بخطى ثابتة، ولم تخب عزيمته، فهو لا يخشى من خلق الله ما دام الله معه، فأشار بيده فجلس الجميع، ثم قرأ عليهم آيات من كتاب الله، فتغير وجه الأرض، وبدأت الصخور تهتز، وكأن صدى كلامه شق ظلامهم، لكن لم يجيبوه. ظلت تلك الكائنات تراقب سليمان في سكون مريب، حتى اقترب منه أحدهم وكان أطولهم، وعلى جبينه أثر كأنه وميض قديم، فقال بلغة لا صوت لها: لماذا نزلت إلينا؟ رد سليمان بصوت جهير: لأبلغكم رسالة الله وأدعوكم إلى الإيمان.
فمن آمن فله السلام، ومن أعرض فإن له وعيد الله. فقال ذلك الكائن الغريب: نحن لسنا كباقي الجن، لا نؤمن ولا نكفر، نحن نعرف القوة فقط، وإن كنت قوياً أثبت لنا أنك صاحب سلطان. هنا رفع سليمان عليه السلام يده وأمر الرياح أن تهب حتى في أعماق الأرض، وفتح يده فخرج نور كالشمس لم يره أولئك الجن من قبل، فانشق الظلام وارتعدت الأرض وسجدت الصخور.